مساء الخير، أنا دكتور عبد المنعم الرفاعي، أخصائي الجراحة العامة والتجميل والحروق. عملية شفط دهون البطن وتنسيق القوام مظلومة جدا بسبب الإشاعات الكتيرة بتطلع عليها، لأن كل الكلام ده مش حقيقي ولا صحيح. مبدئيا أنت لازم تبقى عارف كويس إن الولادة القيصرية أو عملية الزيادة البسيطة اللي أنت بتشوفها سهلة دي تعتبر أخطر من عملية تنسيق القوام أو شفط دهون البطن. لأن أنت عندك البطن بتكون عبارة عن 5 طبقات، الجلد وتحته 4 طبقات تانيين. إحنا كل اللي بنعمله بنشتغل تحت طبقة الجلد دي بس، يعني كل اللي إحنا بنعمله عن طريق فتحة صغيرة من الجنب أقل من نص سنتي أو 4 مللي، بندخل مادة معينة نشفط بها كل الدهون اللي موجودة في البطن والجنبين. وبالتالي انت جدار البطن بيكون مقفول تماما، كل اللي انت بتعمله بتشتغل تحت الجلد وبس، يعني ملناش اي علاقة باعضاء الداخلية في بطنك او اي حاجة جوه بطنك. خلينا بس نكون متفقين الاول، اللي انت لو عملت دايت او نزلت جيم او لعبت رياضة عشان خاطر دهون بطنك او الجنبين، فما تتعشمش اول هم ينزلوا، لان هتلاقي جسمك كله خس ووشك خس، وحتى انت كبنوته هتلاقي اماكن انت مش عايزاها تخس هتبدا تخس معاكي والدهون تنزل منها، وهتلاقي جسمك مبقاش كويس خالص ومش متناسق، وبعدين تبدا دهون البطن تنزل في الاخر. طب ايه الحل ان انت تنزل دهون بطنك من غير ما جسمك كله ينزل مع بطنك؟ هو شفط الدهون فقط. وما تربطش فكره شفط الدهون بان يكون عندك جرح في بطنك زي جرح القيصريه، لان الموضوع ده بيكون لما انت تتاخر وتسيب دهون بطنك فتره طويله فيبدا الجلد يترهل. لان اوقات كتير احنا ممكن نشفط الدهون دي من غير ما يكون في جروح او في اي حاجه خالص تضايقك في شكل بطنك الخارجي. العمليه دي بتكون فتره الراحه بتاعتها تتراوح ما بين 3 او 4 ايام لغايه اسبوع لو انت عملت شفط بس، وممكن يزيدوا كمان اسبوع لو انت عملت شد مع الشفط اللي انت عملته. فكره بقى ان دهون البطن بتكون عنيده وما بتنزلش بسهوله، ممكن نستغلها ان احنا نعمل بيها حاجه تانية. ازاي؟ نحقنها في اماكن مش عايزينها تروح من الاماكن دي، زي مثلا لما يكون عندك مشكله في الوجه، ممكن نحقن دهون في الوجه. او بعض الاماكن اللي مثلا عند البنات فبتحقنها في الثدي، فبيكون الثدي حجمه كويس مش صغير او فلات. او اي اماكن اخرى. كل الفكره اللي انت بتحاول تعمل تنسيق للقوام. يا ريت بس العملية دي بالذات لما تحاول تقرأ عنها أو تشوف أي معلومات عنها تشوف المعلومات من ناس متخصصة أو أطباء، يعني ما تشوفش تجارب شخصية أو ناس معينة. لأن أحيانا بيكون في ناس عندها بطن عالية بس بيكون سبب إن البطن عالية مش إنك أنت عندك دهون في البطن أو عندك كرش، يعني بيكون السبب حاجة تانية مثلا متعلقة بجدار بطنك نفسه، بيكون في شوية ضعف، فبتكون محتاج إجراء إضافي مع موضوع شفط الدهون. ودي صور قبل وبعد عشان تعرفك الفرق بين قبل العملية وبعد العملية.